تعرف ايه هي اداه التول تاب اللي موجوده ببرنامج الباور بي اي؟ تعال بينا نشوفها. لما بنيجي نقف على اي تشارت زي دي مثلا كده ببرنامج الباور بي اي وتقف عند الكولمز ده مثلا، بتلاقي المربع الحواري اللي بيطلع لك ده اللي بيوضح لك اسم العمود والرقم اللي موجود بتاعه. هو ده التول تاب، مجرد معلومه بتتحط على التشارت نفسها. وممكن نزودها عن طريق اللي انا اقف عند التشارت كده واجي عند البيلد، هتلاقي هنا حاجه اسمها تول تاب. فلو جيت مثلا جبت معلومه تانية وحطيتها هنا كده، هرجع للتول تاب هلاقي الرقم الجديد ده اتضاف وبقت فيه معلومات اكتر على التول تاب بتاعي. كمان اقدر اغير الديزاين بتاعها بسهوله شديده عن طريق اللي انا اقف هنا كده عند التشارت واروح من هنا اختار فورمات، ادخل على بروبرتيز، هتلاقي هنا تول تاب ممكن تقفلها خالص، فلما تبص على اي تشارت تلاقيها خلاص اختفت، او انك تفعلها وتيجي عند التكست تغير الفونت او الحجم او اللون او على حسب اللي انت محتاج تغيره. كمان ممكن نغير الباك جراوند، ممكن مثلا نخليها باللون ده. ولما ترجع كده هتلاقي التول تاب اختلفت عن الاول، الباك جراوند اتغيرت، وطبعا لو الفونت كبر او اتعمل بولد او وات ايفر او غيرت اللون او غيرت اي حاجه في الديزاين هتلاقيها اتغيرت على التول تاب. مهمه جدا ومفيده جدا. وفي الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نعمل كاستم تول تاب، حاجه هتبهرك. ولو عايز تتعلم باور بي اي وحاجات اكتر بكتيره اكتب لي في الكومنتات تفاصيل عشان ابعت لك تفاصيل الاشتراك السنوي المتاح على منصه اكسل ماسترز.